وبيتضح انها عارفه الكلب ده، فبتسالها ايه ده، هي صاحبه الكلب ده رجعت من السفر ولا ايه؟ هي مش كانت سايباه في دار رعايه باين لغايه ما ترجع؟ روز قالت لها ايوه فعلا، بس انا يعني بمشي الكلب ودي شغلانتي. فالست دي قالت ايه، انت شغاله الشغلانه دي؟ ده انا هحتاجك جدا. وكل الناس اللي معاهم كلاب في الوقت ده اتلموا على روز، وكلهم كانوا عاوزين يدفعوا فلوس مقابل خدماتها انها بس تمشي الكلاب بتاعتهم. يا اخي في شويه شغلانات هناك غريبه جدا. المهم روز لما بتعرف ان الكلب ده اساسا كان موجود في دار رعايه بتروح علشان ترجعه لهم. صاحب دار الرعايه ده اول ما شافت الكلب فضلت تشكر ربنا ان روز رجعته لها تاني علشان ما يحصلهاش اي مشاكل مع صاحب الكلب، وحاولت تعرض مكافاه على روز، لكن روز قالت لها انا مش عاوز مكافاه، انا بس عاوزه منك اي حد يجي لك علشان يقول لك ان هو عاوز يمشي الكلاب بتاعته مقابل الفلوس، الموضوع ده تخليه حصري ليا انا، ويا ستي هقسم معاك الفلوس. فصاحبه الدار وافقت. على الجانب التاني ماجي بتوصل لميامي، بتطلع دليل التليفون وبتتصل بالدار بتاع جدتها، وبتقول لجدتها انها ماجي حفيدتها. فجدتها الا بتروح علشان تاخدها بالعربيه، بتاخدها معاها الدار، وهناك بتعرفها على واحده صديقتها، وماجي كان باين عليها الحزن الشديد جدا. ايه ده يا ماجي وانت بتحسي؟ على كل حال ماجي بتسال جدتها اذا كان جدها موجود، فجدتها بتقول لها ان جدها مات، وبتدخلها بعد كده اوضه عندها علشان تستريح شويه. صديقه إيلا بتقول لإيلا انها متفاجئه انها عندها حفيده، لانها كانت فاكره ان إيلا مش مخلفه اساسا، وسالتها على شكل بنتها كان عامل ازاي. إيلا قالت لها ان بنتها دي كانت شبه ماجي جدا في كل حاجه، عينيها مناخيرها بقها شعرها حتى في نكدها زيها برضه. فصديقتها دي سالتها هي بنتها ماتت ازاي. إيلا سكتت شويه كده وبعد كده قالت لها انها ماتت في حادثه عربيه. على الجانب التاني روز بتقابل ابوها في مطعم لان ابوها كان عاوز يطمن عليها ويعرف ايه اخبارها. روز بتقول انها سابت شغلها كمحاميه وبقت شغاله بتفسح كلاب. ابوها قال لها ايه اللي انت بتعملي ده يا مجنونه؟ روز قالت له ما تقلقش، وعاوز اقول لك يعني مش انا اللي تقلق عليها. فابوها في اللحظه دي قال لها ايه ماجي مالها؟ روز قالت له مش فاهمه، وانت ما شفتهاش ولا ايه؟ وده علشان روز كانت فاكره ان ماجي سابتها وراحت قعدت عند ابوها، ولما عرفت ان ماجي مش عند ابوها روز خبت عليه كل اللي حصل علشان ابوها ما يقلقش عليها. قال يعني هو فارق معاه قوي. المهم روز بتخلص مقابلتها مع ابوها وعلى طول بتتصل باختها، لكن بتلاقي ان رقم اختها ده اترفع من الخدمه، وروز طبعا كانت قلقانه جدا لانها مش عارفه ماجي فين دلوقتي. على الجانب التاني ماجي بتدردش شويه مع جدتها وبتسالها هي ليه كانت غايبه عنهم بعد وفاه مامتهم. جدتها قالت لها انا ما كنتش غايبه ولا حاجه، انا كنت على طول ببعت لكم جوابات لكن ولا مره حد فيكم رد عليا. وإلا في الوقت ده بتعرف من ماجي ان ابوهم كان بيحوش عنهم الجوابات دي وما كانش بيوصلها ليهم، وده علشان مش عاوز يبقى ليهم اي علاقه بجدتهم لان في خلافات كبيره جدا بينه وبينها. من الناحيه التانيه بنلاقي روز بتفسح الكلاب وتقريبا كده خدتها شغلانه بجد. في نفس الوقت ماجي عايشه حياتها على حمام السباحه قدام كل الرجاله الكبيره اللي موجوده في الدار. يا بنت حرام عليك هتجيب لهم ازمه قلبيه من اللي شايفينه. الناس زي تقريبا اخر مره شافوا فيها المشهد ده كان من 60 سنه. على كل حال بنرجع تاني لروز. سايمون زميلها ده